السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هدفين وفي الآخر فاضل نقطتين على تتويج الأهلي رسميا بالدوري المصري. بداية ولا أروع من ماتش النهاردة، ماتش الاتحاد السكندري. أسمر عن كمية الضغط وكمية الخطأ اللي وقع فيه نادي الاتحاد السكندري، انه فتح الجيم بدري بدري قدام النادي الاهلي بهدفين. علي معلول من ضربة جزاء واضحة بعد مراوغة ناجحة من حسين الشحات وسط 2 لاعبين، اسمر عن وقوع احد لاعبي الاتحاد خطأ، والتاني بجملة ولا اروع وباص من بيرسي تاو بالعرض لمحمود كهربا المهاجم الجديد للنادي الاهلي واختراع كوبر كمهاجم للنادي الاهلي. هتقول لي ما هو كوبر كان بيدلعوه مع المنتخب مهاجم. هقول لك بس الفايده الكبيره من كهربا في المهاجم الموجود حاليا مع النادي الاهلي غير تماما اللي كان بيلعب بيه هيكتور كوبر مع المنتخب المصري في افريقيا 2017. زي ما قلت الاتحاد اخطأ انه فتح الجيم بدري بدري قدام النادي الاهلي ومعرفش يأمن خطوط دفاعه كويس، مما اثمر عن الهدفين اللي جم بدري للنادي الاهلي وخلصوا الماتش بدري هما كمان. بعد النقط كده، بعد ما النادي الاهلي احرز هدفين، تحس ان بقى في تراخي كده للعيبه، واللعيبه ما بقتش عارفه تمشي الكوره، وما بقتش راضيه زي ما يكون كده ان هم شبعوا من الهدفين اللي جم وخلاص. بقى اللعيبه اتشبعت بالهدفين واحنا هنقف ورا وهنستنى الاتحاد ونقابله. حتى لاحظنا كمان في تغييرات كولر في نهايه الشوط تعبيرات وجهه عن ان هو اصلا مش راضي عن الاداء اللي اللعيبه بتلعبه. وشفنا كمان في الشوط الثاني فضلت هجمه هنا وهجمه هنا، وهو كده لازم تقريبا بعد كل ماتش اللعيبه تلعب شوط اول زي الزفت، يخشوا الكوره اوضه اللبس يدوهم كده دش كده رايق كده، ينعشهم كده ويفوقهم عشان ياخدوا بالهم من اللي جاي. عايز بقى في تعليق على بعد اداء اللاعبين، وهو محمد فخري لاعب خط الوسط. اول حاجه محمد فخري ده من زمان جدا انا مش عارف هو بأمارة ايه بيلعب في النادي الاهلي. يعني حتى ماتش النهارده يعتبر ماتش سهل ليه وبيلعب مكان واحد تقيل زي مروان عطيه، وانت عايز تعرف قد ايه مروان عطيه ضايع او انت من غيره، او قد ايه هو مهم الكولر اصلا. نزل مع بدايه الشوط الثاني وبقى رمانة الميزان اللي رجع الثاني لكولر في وسط ملعب النادي الاهلي. كمان احمد القندوسي اللي تاني ماتش على التوالي بيبدأ وبرضه فيه علامات استفهام كتيرة عليه. اللهم الكرة اللي لعبها الإليو ديانج وطلعت تسلل في الآخر. لازم احمد القندوسي يبدأ كولر ياخد باله منه كويس جدا الفترة الجاية، ويبدأ يأهله ان ازاي يعرف يقف على رجليه، ويبدأ يشيل غياب حمدي فتحي الراحل حديثا إلى الوكر القطري خوفا كده من الاصابات. وانا يعني مع كولر بالذات في الحته دي انا متفق معاه بنسبه 100%، ان هو ابتدى اصلا يريح بعض اللعيبه وياخدهم كده على جنب ويبدا يجهز لماتش الزمالك ان شاء الله اللي هو يوم الخميس الجاي، وان شاء الله هو هيبقى ماتش الدوري او حسم الدوري بمعنى اصح. انا اتوقع ذلك وان شاء الله بنسبه كبيره. ريح لعيبه كبيره، حتى التغييرات اللي نزلت في الشوط الثاني كان منها راحت بعض اللاعبين زي محمد هاني وزي علي معلول وكهربا، اللي انا استغربت انه كمل الماتش، والمفروض كهربا هو كمان كان يقعد يريح استعدادا للماتش او خوفا عليه من الاصابات. تاني موضوع وهو حسم النادي الاهلي التعاقد رسميا مع امام عاشور. طبعا كلنا كنا نايمين معززين مكرمين، صحينا الاخبار وزي ما يكون كده بعض الصحفيين كانوا راشقين في مع امير توفيق في اوضته في النادي الاهلي. اللي يقول لك اصل البيتزا وصلت، اللي يقول لك اصل الشاي داخل لامير توفيق في مكتبه، والدنيا كده. انا كنت بقرا النهارده كده حاجات، اول ما صحيت كنت بقرا حاجات غريبه. انا حسيت ان في بعض من الصحفيين او الجماهير او اللي ماسكين بيدجات وبيقولوا على نفسهم بيدجات كبيره على السوشيال ميديا، حسيت ان هم راشقين مع الاثنين دول سواء امام عاشور او امير توفيق في الاوضه او في الاجتماع.
والله مش والله ما مجازا، بس فعلا زي ما قلت حسيت ان هم كده، هم امام عاشور وامير توفيق قاعدين، وصاحب البيدج الكبير او الادمن بتاع البيدج الكبير قاعد معاهم تالت، وان هو بيروي بالتفاصيل اللي بيحصل في الاوضه، بغض النظر عن اذا كان اصلا ده صح او غلط، بس دي مش قصتي. القصه التانيه ان انت لو جبت صفقه امام عاشور، فانت عرفت تقطم ظهر الخصم بتاعك بنسبه كبيره جدا، وعرفت او المفروض ان هو كان لاعب اساسي عنده، من لاعب اساسي هو كمان كان لاعب اساسي في منتخب مصر، فانت عرفت تقطم ظهره. ومجلس الاداره فاق لما ما وافقش انه يتعاقد مع احمد سيد زيزو لما كان فري، وقال لك انا مش هخش في مفاوضات مع لاعبي نادي الزمالك عشان الحاله اللي بيمر بيها لاعبي نادي الزمالك. مع ان بعدها على طول مرتضى منصور، تمام، او رئيس لجنه الاشتراكات والتعيينات في نادي الزمالك في الوقت الحالي، كان ما بيصدق اي لاعب يمشي من الاهلي او على صفوف الاهلي ولسه عايز يجدد تعاقد، كان بيجري يفاوض، واللاعب هو اللي في الاخر اللي ما كانش بيرضى. فانت اتعلمت من الغلطه بتاعت احمد سيد زيزو، وعرفت ان انت تكسب لاعب زي امام عاشور اذا تم التعاقد معاه في الاخر، وهيبقى لاعب مفيد ليك بنسبه كبيره جدا بعد رحيل حمدي فتحي. كمان احمد القندوسي لسه مش واقف على رجليه، وقدامه شويه عبال ما يقف على رجليه. كمان اليو ديانج اللي بيلعب ماتش في الطالع وماتش في النازل. يعني انت كده يعتبر بالصلاه على النبي ما عندكش غير واحد بس اللي يعتبر واقف على رجليه، ولسه كمان لما نشوف عمرو السوليه لما يرجع من اصابته، وهو مروان عطيه. فجنب مروان عطيه اذا كنت عايز تلعب قفشه، اذا كنت عايز تلعب اكرم لما يرجع، اذا كنت عايز تلعب عمرو السوليه، اذا كنت عايز تلعب اليو. بس اعتقد الاثنين اللي هيبقى لا غنى عنهم في حاله اتمام صفقه امام عاشور هيبقى امام عاشور ومروان عطيه. في حاجه كمان عايز اخلي الناس تاخد بالها منها، او حاجتين. اول حاجه الهدفات اللي كانت ضد امام عاشور في المدرجات. انا فاكر ان مجلس الاداره قالوا قبل كده ان احنا ادرى ناس بمصلحه النادي، فيا جماعه نهدى خالص، ويا ريت نبقى احنا سبورت ورا امام عاشور. ودي الحاجه التانيه اللي انا عايز اتكلم فيها، لان صفحاتهم او صفحات الجماعه المنتمين لنادي الزمالك او المصطبه اللي بتطلع كل يوم على قناه نادي الزمالك هيبتدوا يقفوا على الواحده لامام عاشور، زي ما كانوا بيعملوا مع كهربا، او زي ما هم لسه شغالين مع كهربا. شفت انت خالد الغندور لما صدق مسك حاجه وفضل قعد يزيط ويهلل في ماتش الاسماعيلي، وحسسك ان النادي الاهلي هو اصلا السبب في هبوط النادي الاسماعيلي او الوصول للحاله اللي وصلها النادي الاسماعيلي. فبلاش ندي الغلطه او ندي الحبل لواحد زي ده. يا ريت اي حاجه تحصل لامام عاشور نفضل واقفين وراه، ونفضل نسنده، ونفضل احنا حائط الصد لاي حد يفكر يجي جنبه، زي ما دعمنا كهربا، وزي ما وقفنا مع مؤمن زكريا وياسر ابراهيم. وفضك بقى من حكايه اصل امام عاشور شتم رموز الاهلي، وامام عاشور ضرب كابتن وليد سليمان، واحنا شفناه بعدها الراجل طلع في اكتر من لقاء صحفي وقال انا اعتذرت بدل المره لكابتن وليد سليمان. وشفنا اصلا كمان ان هو بيروح لكابتن وليد وبيحضنه، والموضوع اصلا خلص. فنهدى كده على امام، ويا ريت لو فعلا الصفقه تمت يا ريت يبقى في ترحيب بامام كبير جدا، زي ما عملنا مع ياسر ابراهيم، زي ما عملنا مع مؤمن، زي ما عملنا مع كهربا، واي لاعب سواء يخش النادي الاهلي. فاكرين بقى السوسه اللي كان النادي الاهلي بيفاوضوا في يناير، وقال لك اصل ما مرضيش، والنادي بتاعه الياباني فضل يغلي في السعر. اخبار طلعت بتقول ان النادي الاهلي رجع يفكر في اللاعب البرازيلي تاني اللي هو سوسه. طيب برازيلي تاني، يعني احنا ما اخدناش عبره ايا كان بقى اللاعب كويس مش كويس هداف، بس هل احنا ما اخدناش عبره في التعاقد مع برونو سافيو ونروح نكرر الموضوع تاني مع لاعب برازيلي تاني؟ طب ما هي افريقيا مليانه مواهب. عايز تدور على لاعيبه لاتينيه، شوف سان داونز بتعمل ايه ونمشي ونعمل زي سان داونز، ما هوش عيب. بس في الاخر نجيب لعيبه عارفه تفيد النادي، مش واحد يجي يبقى متعالي على زمايله ويبقى مش عاجبه وفاكر ان هو ياما هنا وياما هناك، وفي الاخر ولا اي حاجه. اتمنى بقى المره دي لو في تعاقد مع لاعب لاتيني سواء من ارجنتين، من البرازيل، او من كوالالمبور حتى، يبقى في عين وما يجيش غير بموافقه الراجل المدير الفني في الاول والاخر.
علشان كولر كده يبقى المسؤوليه قدامه، ما تجيبلوش لاعب وتحطه له قدامه وتقول له شيل يا معلم. يا ريت العين اللي هتجيب اي لاعب تبقى بموافقه كولر زي ما قلت، ويا سيدي حمله المسؤوليه زي ما هو انت عايز، احنا كده كده راضيين باي حاجه كولر هو اللي يوافق عليها. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم النهارده، واتمنى بقى ان احنا نعدي ال 100 سبسكرايب ونقضيها كده كده واحده مع بعض، وان شاء الله نكسر الدنيا مع بعض. ما تنساش تنزل تشترك في القناه تحت وتدوس على زر الجرس، وما تنساش تدوس على اللايك. سلام.